نسر الأهلي يحلق في سماء القمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن كل تفاصيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نكمل في الفيديو. نقول كده نتائج مباراة اليوم الأول. نبدأ بنادي الزمالك. نادي الزمالك بيرد الهدية للنادي الأهلي بعد الهزيمة اليوم أمام أسوان بنتيجة 2-1، ليصبح الأهلي في صدارة الدوري برصيد 27 نقطة، والزمالك في المركز الثاني ب 24 نقطة. والمباراة الثانية المصري يفوز على الداخلية بنتيجة 1-0، والمباراة الثالثة انبي يفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، والاهلي يفوز على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. نتكلم بقى في مباراة الاهلي وبيراميدز، ونبدأ اول حاجة كده بكولر. وكولر بيفكرنا بنفس طريقة موسيماني، هنسيب الكرة للمنافس ويكسب، اهم حاجة عنده 3 نقط في الماتشات الكبيرة. وزي ما احنا شفنا النهاردة اللي هو كان سايب الاستحواذ للنادي بيراميدز بشكل كبير، كان مركز على الكرة العالية والشوط المستمر طول المباراة، وده اللي احنا محتاجينه يا كولر، بس محتاجين كمان زائد اداء. نخش بقى في الدفاع. الدفاع النهارده كان 10/10. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني اللي بدأ يرجع لمستواه، ده اللي احنا محتاجينه يا هاني، وشابوه يا هاني، واحنا مستمر احسن من كده، وان شاء الله هاني هيرجع احسن من الاول. ياسر ابراهيم بدأ يثبت نفسه، هيرجع وهيبقى كويس في حته الدفاع. علي معلول كان قافل الجبهه بتاعته كويس. انتقل بقى لخط النص. خط النص عمرو السولية 10/10 بالنسبه لي، هو احسن لعيب في المباراه، زائد جنبه اليو ديانج النهارده تلاقيه شمال، تلاقيه يمين، تلاقيه في العمق، تلاقيه في كل حته في الملعب، ما شاء الله عليه. اليو ديانج النهارده هو راجل المباراه بعد عمرو السولية. ننتقل بقى لخط الهجوم واللي انا مش عاوز اتكلم فيه، ونبدا بعمنا محمد مجدي. لا تعليق. برونو سافيو لا تعليق. كريم فؤاد مش عاوز الومه، بس النهارده كان مادي واجب الدفاع كويس. في حته الهجوم ما كانش اللي هو الواو قوي، بس تمام. شادي حسين النهارده ضيع كورتين. طبعا احنا عارفين الكره اللي هي كريم فؤاد اداها له وكان هو والجول، بس غطى على احمد سامي. والكره اللي لعبها له كريم فؤاد واللي خلاص يعني اي حد مكانه كان يجيب الكره دي جول على دماغه، لعبها له بالمقاس، ولكن الكره طبعا طلعت بره. ده طبعا قبل جول عمرو السولية. وشناوي نسينا نتكلم عنه. الشناوي النهارده شال كور كويسه، شال كور كتير كويسه، كور صعبه برضك، وعايزينك تستمر يا شناوي وترجع لمستواك يا افضل حارس في افريقيا. حسين الشحات انا بدات اشوفه اللي هو بدا يرجع لمستواه بتاع العين الاماراتي. طبعا احنا كنا عارفين مستواه مع العين كان ما شاء الله حاجه كويسه او حاجه ممتازه، واحنا نتمنى والله اللي هو يرجع لمستواه بتاع العين الامارات. هو كل لما بينزل او ما بيبقى قاعد احتياطي وبينزل في الشوط التاني بيصنع الفارق بشكل كبير جدا. هو اللي كان لعيب النهارده عامل شغل كبير جدا في الشوط الاولاني لما نزل، وفي الشوط التاني برضه، واحنا نتمنى اللي هو يرجع لمستواه بتاع العين، واحنا منتظرين منك المزيد يا حسين. وبرضه كنت عملت لنا النهارده اسيست لعمرو السولية في الجول التاني بتاع الضربه الركنيه، وجبت جول مش عارف بقى هتحسب لك ولا هتحسب على احمد سامي، بس المهم انت بدات ترجع لمستواك واحنا عاوزينك ترجع لمستواك. اتكلم بقى محمد شريف. انا بدات اشوف محمد شريف بدا يرجع مستواه، بدأ يتحسن عن المباريات اللي فاتت، وبدأنا نشوف محمد شريف بتاع زمان. ان شاء الله راجع قدام. طبعا مش هنعرف نتكلم على احمد عبد القادر، كان نزل وقت قليل، ونفس الكلام على محمود متولي. فيلا بينا نروح التقييمات ونقيم كل لعيب. هنبدا بمحمد الشناوي. هياخد 7. قدمت مباراه كبيره يا شناوي، بس منتظر منك المزيد يا شناوي. محمد هاني هياخد 8. عملت مباراه النهارده كويسه يا هاني، واحنا منتظرين برضك منك المزيد. ياسر ابراهيم 8، من افضل مباريات ياسر ابراهيم حتى الان في الدوري من فتره كبيره. محمد عبد المنعم 9. عملت اللي عليك النهارده يا عبد المنعم، منتظر منك اداء احسن من كده. علي معلول 8، قدم برضك مباراه كويسه وعمل اسيست لعمرو السولية في الجول الاولاني. عمرو السولية 10، عمل مباراه كبيره برضك وجاب جونين، ومنتظر منك المزيد يا سولية. اليو ديانج 9.5، افضل مباراه لاليو ديانج في الدوري حتى الان من فتره كبيره. منتظر منك المزيد يا ديانج. حسين الشحات 7، منتظر منك المزيد يا حسين. وقفشه 2، ما عملش حاجه النهارده. وبرون سافيو 3 برضك ما عملش حاجه النهارده. شادي حسين 2 برضك، دول الثلاثه دول ما عملوش اي حاجه النهارده في المباراه. وبس كده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.